أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، عاوز تعرف الحكاية وآخر التطورات بين لاعبي الزمالك في الإمارات؟ أنا زعتر عبد الفتاح. اسمع القصة وما فيها بعد الفاصل. السلام عليكم، أهلا بكم في قناة شاعر الغلابة زعيتر لمحتوى الشعر العامي. أنا زعيتر عبد الفتاح شاعر الغلابة، ومن فضلك لا تنسي الاشتراك في القناة. جديد حبس ثلاثي الزمالك بالإمارات وتأجيل الحكم ل 29 أكتوبر. قررت المحكمة المختصة بالإمارات تجديد حبس الثلاثي الزملكاوي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، على خلفية الأزمة التي شهدتها من قبل نهائي بطولة السوبر المحلي المقامة بأبو ظبي بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة. كما تقرر تأجيل قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي إلى 29 أكتوبر مع استمرار حبس ثلاثي الفريق. وتم اتخاذ القرار بعد خضوع دونجا وشلبي وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة صباح اليوم. قالت وسائل إعلام مصرية أن السلطات الإماراتية قررت تغريم ثلاثي الزمالك وهم محمد صبحي ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا غرامة بقيمة 600 ألف درهم، حوالي 164 ألف دولار أمريكي، بسبب مشادة مع فرد أمن، مؤكدا استدعاء اللاعبين لاتخاذ أقوالهم في الواقعة بعد تحرير محضر. وهدد المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك أحمد سالم بالاعتذار وعدم استقبال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة بسبب الأجواء الغير مناسبة والضغوط الغير محتملة التي تتعرض لها البعثة وفقا لتعبيره. كان الله العون في نادي الزمالك وفي الثلاثي الزملكاوي، وعدى الأزمة على خير.